مشاهدينا الكرام، مشاهدي الفضائية المصرية في كل مكان، برحب بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم لقاء خاص. الحقيقة منذ أيام قليلة بدأ ماراثون البحث عن الرئيس المصري المرتقب، وفي خلال أو أقل من 3 أيام زاد عدد المرشحين عن 375 مرشح. الحقيقة يعني هي خطوة رائعة طبعا للترشيح، لكن العدد يمكن شوية مفاجئ وفي تزايد، وفي خلال أقل من 3 أسابيع لازم يكون الشعب المصري بيقرر مين اللي هيكون بينتخبه كرئيس للبلاد في الفترة القادمة. لكن ازاي نختار وعلى اي اساس، وايه هي المقاييس التي يجب ان تتوفر في الرئيس المصري المرتقب بدون اي تأثيرات نفسية، بدون اي انخداع بالمظاهر؟ ازاي نكون بنختار على اساس سليم؟ معنا للحديث في هذا الامر دكتور هاشم بحري، رئيس قسم الطب النفسي جامعة الازهر. عفوا، اهلا بيك يا دكتور، مرحبا، يعني فرحانين بوجودك معنا للمرة الثانية الحقيقة. ميرسي يا فندم. في البداية فعلا يا دكتور عايزة أتوقف عند مقاييس القائد أو صفات القائد. المفروض أني أكون بروح وبنتخب وبرشح رئيس عشان يكون بيحكم البلاد، بلد كبيرة زي مصر. إزاي أكون بختار وعلى أي أساس، وإيه المقاييس اللي لازم تكون بتتوفر في هذا الشخص؟ هو احنا تعودنا في السابق على انه هو يكون انسان متسلط وقوي، ويتقال ان هو عنده كاريزما واللي يقوله ما يرجعش فيه. واتضح بعد كده ان كل الصفات دي هي بتودي البلاد في داهيه. فمحتاجين نشوف القياده الحقيقيه اللي هي بتتكلم على فكره ان القائد له فكر علمي، وانسان بيعرف ببساطه يحط هدف، طريق، وسيله، توقيت، لو في عقبه ايه الحلول. راجل بيعرف يفكر. نمره 2، بيؤمن ان التفكير ده بيتم من خلال العمل الجماعي. التفكير من خلال مجموعه مشاركين حقيقيين، سواء كانت الحكومه، مجلس الشعب، اي حاجه. هم دول اللي هيساعدوا في ان يبقى عندنا الرؤيه اللي هي بيسموها الفيجن، الحلم بتاعي اللي هو بعد 5 سنين. كان زمان بيعملوا حاجه اسمها الخطه الخمسيه، اللي هي مقصود بيها الفيجن او الرؤيه. وبعد كده انا دلوقتي قدراتي ايه، اللي هي بيسموها الميشن، انا بعمل ايه دلوقتي. طب هل ده بقى الفكر بتاعه، هل اقدر اخد بايدي انا والمجموعه ونوصل من اللي احنا بنعمله دلوقتي الى الحلم بتاعنا في المستقبل، نحقق الهدف أو الفيجن. بالظبط. يبقى هنا انا بتكلم على واحد بيفهم، انا بتكلم على واحد عنده منطق. ال الاحلام ممكن ان احنا نوصل لها، لانه مش هيبقى حلمه لوحده، ده حلم هو والمجموعه اللي معاه. صحيح. الناس كتير قوي بتتكلم على طب انت البرنامج بتاعك ايه؟ انت البرامج دي على فكره متغيره، لان ممكن جدا انا البرنامج بتاعي يكون مثلا تصدير الغاز، ويكون هو ده اللي هيجيب لي راس المال، ويتضح بعد شويه انه تصدير الغاز مش مناسب، السياحه هي اللي اهم. فتبتدي الدنيا تتغير عندي، تبقى الدوله سياحيه اكتر ما تكون دوله مصدره للبترول، فالفيجن تتغير. فدي فيها مرونه. هي الفكره انه يكون عنده قدره على التفكير العلمي، وجزء من التفكير العلمي هو المرونه. نمره 2، انه يكون عنده تواصل جيد جدا مع فريق العمل الخاص به. وفريق العمل ده يبدأ من رئيس الوزراء لغاية أقل واحد في الوظيفة أو في الكادر في البلد. كلنا لازم نؤمن بأن احنا وحدة واحدة ماشيين ورا الهدف بتاعنا. صحيح. حضرتك ذكرت في وسط الكلام ومن ضمن المقاييس ان احنا كنا زمان بنؤمن بالقائد المتسلط وذو الكاريزما. أيوة. هل لازم يكون الشخص اللي عنده كاريزما لازم يكون متسلط؟ يعني لو بصينا للتاريخ المصري وشفنا رؤساء الجمهورية، ان كان جمال عبد الناصر او السادات او مبارك، طبعا الثلاثة، أو وكمان محمد نجيب قبليهم. يعني البعض كتير قوي كان بيشوف انه جمال عبد الناصر مثلا، طبعا مع حفظ الألقاب كلها، انه هو كان القائد الرائع، القائد ذو الكاريزما، القائد اللي كان مخلي هيبة مصر وسط الدول الأخرى. والبعض بيختلف في الرأي ده. السادات نفس الحكاية. عايزة أتوقف عند الشخصيات. ما هو يعني الشخص الواحد بيختلف عليه، يعني لو 2 قاعدين في أوضة واحدة هيختلفوا على نفس الشخص طبعا. لن يتفقوا. فازاي ممكن يبقى في شخص زي ما بيتقال توافقي أو يقبلوا الكل وتكون في كل الصفات دي؟ وهل دايما الكاريزما مضرة؟ كل ما الناس بتكون بسيطة وما عندهاش وعي سياسي وثقافي وعلمي،
كل ما يكون الاتفاق على واحد العدد بتاعه اكبر. مم. يعني جمال عبد الناصر احنا كنا في مرحله من الفراغ في فكره من هو القائد المصري اللي هيقوم بدل الحكم العثماني اللي كان عندنا. فاحنا عندنا فراغ في الاختيار، وما صدقنا الاحتلال الانجليزي والعثماني طلع عايزين هذا القائد، فطلع بالصوره الابويه فاتفق عليه، لكن مش على المنهج السياسي. احنا اتفقنا على المنهج الابوي اللي عمله، وعمل قرارات جباره، الاصلاح الزراعي وتامين قناه السويس، مظهر ابوي والشعب كله مشي وراه. بس بعد كده الموضوع السياسي بقى في عليه اختلافات، ولكن هل كان عندنا الرؤيه والوعي في الشعب المصري انه يقول ان انا مختلف؟ اللي اختلف في الحقيقه اتسحل، يعني راح. وده كان نفس الموضوع مع انور السادات، ان كان اللي بيختلف كان بيتحط في السجن زي مذابح القضاه والمثقفين والعلماء وخلافه يعني. حسني مبارك نفس الموضوع. كل من يختلف مع الناس اللي هي متسلطه كل ما بيكون العقاب شديد. ولكن زي ما احنا شايفين دلوقتي انه كل ما الناس بقى عندها وعي سياسي ما تلاقيش بقى حد واحد يتفق عليه بسهوله. صحيح. تلاقي بقى اللي هو الائتلاف، ان الناس متفقه على ده بنسبه 30% وده 40% وده 10%، لان بقى عندك القدره على انك تري اكتر. صحيح. ما تبقيش مبهوره بالشخصيه يعني في نقدر نقول مقابل ان الفعل. ان الفكر المصري او العقليه المصريه اختلفت. وطبعا دلوقتي احنا ما عندناش التقديس لهذا الزعيم خلاص. الى حد ما. الى حد ما. وده تغير وده حصل. طبعا مهم جدا. اسمح لنا يا دكتور نطلع معاك ومع مشاهدينا نطلع نشوف تقرير اراء الناس واحلامهم في الرئيس المصري المرتقب، ونرجع نكمل كلامنا عن هذا الموضوع. خليكم معنا. مواصفات الرئيس القادم تكون شخصية عندها رؤية اقتصادية، عندها رؤية للخروج من الوضع الحالي اللي بتمر بالبلاد، عندها فكر اقتصادي، عنده قدر عالي من المعلومات السياسية يعني بيمارس سياسة، شايف البلد ماشية ازاي. لازم يكون مثقف ولازم يكون راجل دبلوماسي، مش أي رئيس جمهورية يجي هياخد هذا المكان. لازم يكون له مواصفات خاصة. مواصفاته إيه؟ بيتحاور مع الدول، يفهم إيه شعبه عايز إيه. أنه يكون له دراية بالواقع الداخلي، والواقع الداخلي قد يتمثل بعض في فهمه خاطئ، أنه ينظر إلى الطبقة المحطمة، الطبقة اللي بنقول عليها في المعنى العام بتاع اللي هي تحت الصفر، المهمشة بمعنى العام. وأولا أنه يرى وفي العلاقة وفي العلاقة الخارجية أنه يكون ملما، وأنه يعيد الوطن العربي كما كان بقيادة مصرية. عايزين رئيس بيدعم المجتمع المدني، بمعنى أوضح شوية، رئيس ما بيحاربش المجتمع العلماني. مش عايزين رئيس من الفلول، عايزين رئيس ما يكونش ولا من بتوع الحزب الوطني ولا يكون رئيس من الجماعة اللي محسوبين على التيارات الدينية. يعني عايزين رئيس لكل المصريين، عايزين رئيس يكون ملم بالنواحي الاقتصادية وملم بالنواحي السياسية، ملم بكافة وشتى المجالات. إنه يمشي بما يرضي الله ويراعي ضميره. إذا توفر الشرط ده الأساسي في أي فرد مهما كان، أنا عرفت امبارح إن وصل العدد ل 200 تقريبا، مهما كان العدد قليل أو كبير، إذا توفر واحد بيمشي بالشرط ده تأكد إن مصر هتكون حاجة تانية خالص. الشعب يريد حاجة واحدة بس، رجل يستطيع أن ينجز الديمقراطية في بضع سنوات، رجل يستطيع أن يرفع المستوى الاقتصادي بالنسبة لدخل الفرد، رجل يستطيع أن يحل جميع المشاكل المتراكمة ليست على مدى أكثر من 5 سنين أو 10 سنين أو 30 سنة من حكم مبارك، ولكن على مدى أكثر من 62 عام. مشاهدينا رجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا آراء الناس، وفعلا هم هيكونوا بيرشحوا على أي أساس. دكتور، يعني حاسة شوية أن الناس فعلا مستنيرة وعارفة هي عايزة تختار إيه. حد كان بيتكلم أنه مش عايزين نختار على أساس ديني، حد كمان كان بيقول مش عايزين حد من الفلول، كمان كان حد بيتكلم على حد ينجز الديمقراطية أو يؤسس دولة ديمقراطية. يعني كلام رائع جدا، بس قد ايه نسبة الناس اللي بتفكر بالطريقة دي في الشعب المصري؟ دي من ناحية، وهل كل الصفات دي ممكن تتوفر في شخص واحد؟ حتى لو ما توفرتش، ما هو احنا مش مطلوب مننا دلوقتي ان يكون الرئيس بدون فريق عمل وبدون مستشارين حقيقيين يصلحوا من اللي هو الاخطاء بتاعته. احنا بنتكلم على مجلس الشورى، مش شرط مجلس الشورى بتاعنا ده، او على الاقل يعني فكرة الاستشاري اللي هو اهل الخبرة وليس اهل الثقة. يعني حد يعرف بس يتكلم معاه، لانه
زي ما احنا عارفين ان احنا كلنا بنغلط. يعني انا ضد فكره الرئيس الاله اللي هو ما لا يخطئ فرعون. ده. طبعا لا يخطئ والله. الفراعنه دول مظلومين معانا، يعني هم الفراعنه دول اللي فاتحين بيوتنا لغايه دلوقتي في حاجات كتير قوي. يعني اقصد فكر الشخص الفرعون اللي هو كان بيعبد الاله. ولا حاجه من دي خالص على فكره. ايام الفراعنه حتى بناء الهرم عندنا اتبنى بناء على ان الشعب عايز يبني. يعني حته الفراعنه دي فيها جزء منها مقصود على ان احنا يعني نبعد عن تاريخنا وننساه ونعرف وننسى قد ايه هم ناس ليهم فكر ومنطق. يعني بناء الهرم، بس انا عايز اتكلم على الفكر المنطقي اللي هو لو تشوفي مراحل بناء الهرم يوريكي قد ايه الناس دي كانت بتفكر واخطأت وفكرت تاني وصلحت لغايه ما بنوا الاهرام. غير لما يقولوا ان هم هبطوا من السماء وبنوا الاهرام. ده بيوريكي ان الشعب المصري عنده قدره انك لما تحطيه في الطريق السوي، بس مش من خلال واحد، من خلال فريق عمل حقيقي. يعرف يقول الصح من الغلط ويقعدوا يناقشوا الافكار قبل ما تطلع، الشعب هيبقى فعلا ممتاز. ولما يتقال عليه ان هو احنا فراعنه، يعني احنا منتجين، مش احنا ناس حاطه رجل على رجل وبتتفرج. ده بالعكس. لا، هو جرى العرف بس على اساس انه الفرعون كان دايما هو الاله المعبود. طبعا هو ده لا ينفي كون الثقافه والعلم كلها كان اساسها مصر القديمه. عايزه اتوقف شويه عند نقطه الاختيار وازاي نكون عمليين اكتر. ودلوقتي احنا في خلال ايام قليله المفروض ان احنا نكون بنختار وبنحدد مين هنختاره او مين هنرشحه للمنصب الهام جدا ده. فيعني الشعب المصري شعب عاطفي، ممكن بسهوله التاثير عليه بشكل نفسي. فازاي اكون لا اتاثر بالمظاهر الخادعه وبعض التيارات اللي بتدي وعود وهي ازاي اكون بختار، وايه المقاييس اللي اكون بختار عليها؟ انا شخص بسيط في المجتمع المصري وعايز حد يساعدني، عايز افهم ازاي اختار. احنا عندنا في وسيلتين على مستوى العالم. حاجه انا بعبر بيها عن نفسي، انا جيت اقول لساره انا بعرف افكر واعمل كذا واعمل كذا، وعرفت ان انا اقنع الناس بالطريقه دي. هنا اللي قاعدين من البسطاء، لو احنا تصورنا الفكره اللي حضرتك بتطرحيها وضحكت عليهم كلت عقلهم، بالظبط. بيعملوا بقى الخطوه الثانيه ان يجيبوا لك حاجه من الاثنين. يا اما لجنه تناقش المرشح قدام الناس، او يبقى في مناظره 2 قدام 2. بالظبط. فهنا انت 1 قدام 1 بالظبط. انا برشح نفسي وانت بترشحي نفسك، ونقعد بقى تقولي لي انا هعمل كذا، اقول لك بقى اماره ايه هتعملي. قولي لي بقى الخطه اللي انت بتقوليها دي للناس واكله عقلهم بيها دي هتعمليها لنا ازاي. فابتدي اناقش معاكي محتوى البرنامج بتاعك. ولو انا كنت بقول اي كلام بهجص فيه قدام الناس، انت برضو هتقولي افكارك وارائك. والله لو انا طالع انسان جاد خلاص، مش بقول كلام هجص ولا حاجه. لكن لو طلعت ان انا كنت فعلا باكل عقل الناس، هتفضح قدامه ويطلع ان البرنامج بتاعي برنامج لا وهمي اساس له. شكل فيا اما ابقى 2 قدام 2 من المرشحين، حاجه كده زي اللي كان عاملها هاني رمزي في اللي هو كان طلع رئيس جمهوريه دي، هي اللي زازا فيلم كان زازا، اللي هو طلع هو والرئيس السابق قدام بعض. فالمناظره دي بتوري كل واحد والاثنين يقعدوا يناقشوا بعض. او لو ما عندناش هذه القدره يبقى، او يعني في بديل ليها، ان يبقى المرشح الرئيس وقدامه لجنه من الخبراء قدام الجمهور. فيمكن الجمهور اللي هو العاطفي اللي حضرتك اديت المقدمه دي، زي ما شفت واحد من المرشحين بيتكلم انا منكم وانا مصوراتي زيكم، يعني حدوته كده. فيبقى اكني انا القريب. طيب بقى تعالى يبقى في لجنه متخصصه تناقش القضايا المختلفه وازاي هتكون بتتناولها في المستقبل. فيبان ده بالظبط. يعني يمكن شويه الاجواء اللي كنا بنمر بيها خلال السنه وشهور اللي فاتت كانت اجواء صعبه كلها. هل ده ممكن او يؤدي انه الناس تنسحب من المعركه، تقول لك ما هي خربانه مثلا، فما تدليش بصوتها اصلا؟ وكمان عايزه اسال، هل سؤال تاني يمكن بس مرتبط بشكل ما، انه العصبيه، اتعصب او حبي لتيار معين يخليني اكون بروح ارشحه لمجرد انه بينتمي للتيار اللي انا بحبه، بغض النظر عن افكاره، بغض النظر عن هو هيعمل ايه. حضرتك بتتكلمي على احنا عندنا في مرحله مجلس الشعب، وكان فيها الشعب كله متحمس صحيح. لان هو يشارك، ومشاركه فعلا كانت فيها اعداد ضخمه جدا.
ممكن نتفق ونختلف على ان بعض الناس كانوا بيعملوا بيصوتوا بدون ما يكونوا عارفين بالظبط ابعاد حقيقي. المرشح ايه، ولكن هم كانوا بيروحوا عن طريق السمعه. وارد. لكن مجلس الشورى اللي كان فيها انسحاب شديد جدا من الشارع المصري بسبب الاحباط. لا والله انا كان رايي فيها حاجتين، في سبب الاحباط وسبب ان احنا مش مهتمين قوي بمجلس الشورى، لان عارفين ان هو فعلا ما كانش ليه هذه الالمعيه بتاعه مجلس الشعب. لكن رئيس الجمهوريه لا مهم بالنسبه للشعب، انا متصور لا الاعداد هتروح تاني زيها زي مجلس الشعب ما راحوا في اول مره. ما زال الشعب المصري حتى الان بيبحث عن صوره القائد الراعي. يعني احنا من جوانا، ودايما دي على فكره بتبقى مرحله انتقاليه. يعني ايه؟ انا دلوقتي جاي اطلع من ما بعد الثوره، استني بقى على الشباب، لان الشباب مش هي دي اللعبه بتاعتهم. انا بتكلم على الصغار او الكبار اللي هو انا بنتمي اليهم او اللي اصغر مني شويه. احنا اتعودنا في الاجيال بتاعتنا على ان في حد بيقود، وانك انت لو اخدتي الجرأه والمخاطره انك انت تاخدي قراراتك انت هتبقي للاسف الشديد مسؤوله عنها. فاحنا كنا متعودين قبل كده انه لو المؤسسه دي باظت ما هو رئيس المؤسسه، صحيح. لو البلد باظت ما هو الرئيس. اي حاجه احنا بنوقع التهمه اللي علينا على حد. فكبار السن او اللي اختبروا فكره الاب السلطوي هيحبوا جدا الفكره دي، انه يختار حد بالشكل ده اللي يريحه، ان احنا نرمي عليه التهمه ونخلص. ودول عددهم مش قليل يا دكتور. انا ما قلتش، لا انا بتكلم انا فعلا، بس هي دي كبيرة من المجتمع. وفئه الشباب اللي هي ما صدقت كسرت السلطه. واللي احنا طول الوقت من اول يناير 25 اللي هو كان في 2011 اللي احنا بنتكلم ايه؟ ما تهدوا بقى، ما كفايه، لان احنا ميالين الى الاستقرار. اتعودنا على فكره الاستقرار من يوم ما اتولدنا لغايه دلوقتي، وامشي جنب الحيط. خلي عجله الانتاج تمشي وخلينا نستقر وبيوتنا تهدى. بالظبط. حقيقي. هم ما عندهمش الحته دي، هي وده اللي مخلي الامل ما زال موجود ان احنا نطلع بره الكبسه النفس اللي احنا كنا عايشينها طول الوقت. فهنا الشباب هو اللي ما عندوش فكره انه يختار السلطه اللي هي تتحكم فيه، بالعكس ده عايز ناس بتعرف تفكر. انا متهيألي انه الخطوه بتاعت مجلس الشعب وبعد كده مجلس الشورى هتخلي الناس اكثر وعيا، ده رايي انا، بان هم يختاروا المره دي الرئيس الاكثر قدره على التفكير، على انه يظهر وعي بالاحداث العالميه، بان هو بيتكلم كويس، انه بيفهم يعني ايه في الاقتصاد، بيعرف يعني يحط خطط مع الناس المستشارين في التعليم وفي الصحه وخلافه. واحد بيفهم، لان الموضوع محتاج بقى ان احنا ندور على حد بيعرف يعني ايه فريق عمل. ما يتهيأليش ان هيبقى عليه ان حد يقول لي روح اعمل ده والناس تمشي هو ورانا. لازم فعلا يا دكتور يكون كمان بيؤمن بالمشاركه زي ما حضرتك ذكرت يمكن في بدايه كلامك. هنا احنا محتاجين جدا قبل ما نحط صباعنا على الاسم اللي هنختاره ان الرؤساء المرشحين دول ان هم فعلا يطلعوا في الاعلام ونناقشهم في دماغاتهم. دي مهمه جدا، لازم عشان الشعب كله يعرف. بس تبقى في صوره مناظرات، لانه البعض بيستغل الاعلام بشكل دعايه انتخابيه، وبيطلع يبتدي يوري اللي هو هيعمله بشكل كلام لكن مش افعال للاسف، او مش بيوري مخطط كامل او خطه كامله زي ما حضرتك قلت، خطه خمسيه مثلا، مش بيعمل كده، لكن مجرد وعود وهي ما حدش يضمنها، مجرد كلام في الهواء. الحقيقه جالنا سؤال من الكنترول على الهوا دلوقتي الحقيقه، يعني حد كان بيتكلم ويمكن دي نقطه صحيحه شويه، انه دايما بنشوف ان الكرسي بيغير. صحيح. ان الواحد وهو بيتكلم من بره حاجه، لكن لما بيقعد ويتسلط بيبقى الوضع مختلف. صحيح. ازاي نضمن انه الشخص ده هيستمر لو احنا فعلا احسننا الاختيار وشفنا ان هو الشخص المناسب يعني تتوفر فيه شروط كتيره، مش كل الشروط لانه مفيش انسان كامل، لكن اغلب الشروط متوفره فيه. ازاي نضمن ان ده مش هيتغير؟ يعني نضمنها ازاي؟ اول حاجه انك انت ببساطه شديده عارفه ان ليه مده محدده. نعم. اللي هو ليه مده رئاسه محدده. بالظبط. ما هوش الاله اللي قاعد طول عمره كده. فهو القعاد على الكرسي بدون حدود، وان فترات الرئاسه لا نهائيه،
وان نغير الدستور عشان هو رئيس مدى الحياه، دي بتأله الانسان. يعني بتخليه يشعر بعد شويه انه ملك الكون. بالظبط. فانا مش بقول ان الكرسي غيره، ده احنا اللي غيرناه وخليناه بقى اله. فاحنا لازم نكون متفقين على انه لا، هي في فتره محدده للرئاسه، تجدد او لا تجدد، بس هي نمرة 2 يبقى في حاجة اسمها فريق عمل. نمرة 3 ان يكون مجلس الشعب عنده قدرة على متابعة افعال الرئيس. ولو الرئيس ده بيهزر او ماشي على حاجات خاطئة، الناس تحاسبه وتتكلم معاه ان هو اللي انت بتعمله ده غلط. فهي متابعته وتقييمه المستمر، هو ده اللي دي بيخلي مهمة قوي يا دكتور. طبعاً. فكرة المتابعة والتقييم المستمر. طبعا لازم الواحد يبقى عنده والمحاسبة عند الخطأ أيضا. اصل يعني لأنه دايما بنحس إنه رئيس لا يحاسب. لا، احنا يعني متهيألي يعني شفنا المر حقيقي. من الايام السوداء اللي شفناها قبل كده، ان الرئيس اله. ودي يعني حاجه غير عقلانيه وغير ادميه. دكتور، مش عايزة أنهي كلامي مع حضرتك في الحقيقة غير ما أتطرق لموضوع في غاية الأهمية، ظاهرة حب الكرسي، كرسي الرئاسة، وإقبال مش طبيعي على الانتخابات الرئاسية. حتى إن احنا يعني شفنا لغاية امبارح بالليل أو لغاية امبارح كان 375 مرشح. الظاهرة دي يعني نبعها إيه؟ وكل واحد شايف نفسه إن هو الأصلح، مهما كان شخص بسيط أو حتى غير متعلم. قال لك المتعلمين أخدوا إيه؟ وشفنا خلفيات الحياة مختلفة. فالظاهرة دي بدأت إزاي ومنتشرة كده بالمنظر ده إزاي؟ وكل واحد شايف نفسه ان هو الاصلح للكرسي يعني. هو من حق كل واحد يشوف انه نفسه ان هو اصلح، لان دي من حقه. لكن بأمارة ايه؟ يعني بأمارة انك تقول اي كلام هايف، بأمارة انك انت ما عندكش اي خطة في اي حاجة. واحد يقول لك انا قادر وفاجر، ده اسمه كلام؟ يعني انا رأيي ان الناس دي بتطلع منهم، لان احنا مش شفناهمش كلهم لسه. صحيح. منهم اللي هو طلع في اول يوم وقف في الصف علشان يبقى عنده فرصه اكتر يطلع في الاعلام بسرعه، فيقعد بالليل وهو بيشيش كده يقول للناس شفته وانا في التلفزيون. يعني حاجه تبقى كده. يعني هو ده منتهى احلامه ولا هو يعني فعلا لذيذ. شايف ان هو الاصلح كرئيس لا جمهوريه؟ ده اللي انا سمعته، ده اخره ان هو بيشيش والناس اصحابه بيقولوا له برافو عليك انك طلعت في التلفزيون. ده اخر الموضوع يا اما في يا كله. دكتور امراض نفسيه منتشره هذه الايام وهيزيد عملكم الايام اللي جايه دي الحقيقه. له حب الظهور. ولكن من المؤكد انه مصر ممكن جدا في ال 345 واحد دول يطلع لنا واحد فعلا لقطه. طبعا. يعني ايه المانع ان احنا نكتشف حد نتمنى يكون فعلا يكون قدير بهذا المنصب. عامة يا دكتور فعلا اتمنى انه فعلا المصريين يحسنوا الاختيار في الرئيس القادم، حتى لو كانت فترة رئاسية واحدة، لكن طول ما في مرجعية وطول ما في محاسبة اكيد هيكون في يعني الضمير صاحي يمكن اكتر. دكتور هاشم بحري رئيس قسم الطب النفسي جامعة الازهر، شكرا ليك، كنت ضيف عزيز علينا. الشكر يا ساره. مشاهدينا اتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، ويا رب دايما بلدنا تكون افضل بلد في الدنيا. نشوفكم بكره وفريق عمل جديد ولقاء خاص.